العلاقة السحرية بين الطالب والمدرس، ازاي الترابط مع المدرس بيصنع فرق حقيقي. انا كل ما بسأل حد عن مدرسته ما بسمعش غير اجابة واحدة بس، مفيش غيرها، وحشة. مفيش حد بيقول حاجة ايجابية عن مدرسته مهما كانت كويسة غالبا يعني. وما ابتدي اقول لهم طيب قولوا لي اسوأ حاجه ايه، تلاقيهم بيجاوبوا ايه بسرعه جدا. ولما اسالهم طيب ايه احلى حاجه، بيقعدوا يفكروا شويه بس بيلاقوا حاجات كويسه يقولوها. اللي بلاحظه في اجاباتهم انهم مش بيشتكوا من صعوبه ماده معينه ولا ان الجدول متعب مثلا. اللي بيركزوا عليه دايما هو علاقتهم بالمدرسين بتوعهم. حتى في الجامعه طالباتي حبايبي بيبقوا قاعدين في المحاضره زهقانين جدا من قبل ما المحاضره ما تبتدي. حتى عشان كده ببتدي المحاضره بهزار او بسؤال، ايه احلى حاجه حصلت لكم النهارده؟ صحيح اول حاجه بيقولوها كل حاجه وحشه، بس انا بفضل وراهم لغايه ما يشوفوا الحاجات الحلوه اللي في حياتهم، وده بيفرق جدا في جو المحاضره. وعلشان كده انا بتكلم في الفيديو ده عن ازاي المدرسين تبقى علاقتهم كويسه بطلابهم عشان يقدروا يتعلموا احسن ويتلقوا ويستوعبوا اسرع واسهل. ما هو ده برضو جزء من البيرنتنج يعني. طب ليه العلاقه الايجابيه بين الطالب والمدرس مهمه؟ العلاقة بين الطالب والمدرس بتأثر بشكل كبير على نجاح المدرس وكمان على مستوى تحصيل الطالب. جون هاتي عمل ميتا أناليسيس اللي هي دراسة كبيرة كده في كتابه Visible Learning، وقارن ما بين دراسات كتير عن التعليم، وطلع إن العلاقة الطيبة بين الطالب والمدرس هي من أكتر الحاجات اللي بتأثر في تحصيل الطلاب. هاتي بيقول إيه؟ بيقول المدرسين اللي بيخلقوا علاقات إيجابية مع الطلاب بيكونوا أكثر تأثيرا على مستوى الطلاب. العلاقة دي يعني زي التعاطف، الدفء، التشجيع، احترام الباك جراوند بتاع الطالب، الباك جراوند اللي هي الثقافية، الاجتماعية، العلمية، كل حاجة. ليه الكلام ده بقى مهم؟ يعني الموضوع منطقي أصلا، الطالب هيشتغل أكتر ويتعلم أحسن مع مدرس بيهتم بيه. فكري كده في علاقاتك اللي كانت مع مثلا مديرتك أو مدرستك زمان، قد إيه العلاقة كويسة معاهم كانت بتأثر على حماسك وأدائك. طب لما الطالب يحس إن المدرس مهتم بيه ومحترمه، ده بيخليه عنده دافع أكبر إنه يسمع ويتعلم ويحقق نجاح. العلاقات القوية دي بتساعد الطالب كمان اجتماعيا وتخليه يندمج في التعلم بشكل إيجابي. شكل العلاقة السلبية إيه بقى؟ العلاقة السلبية بين المدرس والطالب بيبان فيها التوتر والعصبية والغضب تجاه الطالب. يعني مثلا المدرسة ممكن تتريق على بنتك أو تعلق عليها تعليقات مش لطيفة. ممكن تلاقي كمان المدرسة حاسة إنها دايما في صراع أو مشاكل مع بنتك أنت بالذات. المشكلة دي كمان ممكن تكبر لما المدرسة تكون متضايقة من أكتر من طالب في الفصل، وده بيخليها تلجأ للصوت العالي أو العقاب الشديد. ده بيخلي جو كلاس كله بيبقى توتر وشد. طيب إزاي المدرسين ممكن يبنوا علاقة كويسة بينهم وبين الطلاب؟ المدرسين اللي بيحاولوا يبنوا علاقات إيجابية مع طلابهم بيخلقوا بيئة أكثر راحة للتعلم، وبيقدروا كمان يلبوا احتياجات الطلاب مش بس الأكاديمية، لا العاطفية كمان. يعني مثلا طالب يجي يقول لمدرسه إن هو أخد دور في مسرحية مثلا لأنه عارف المدرس ده هيهتم، أو طالب مثلا مش فاهم حاجة في الماث فعنده الجرأة إنه يطلب مساعدة من مدرسه لأنه بيحس إنه مش مكسوف منه. أنت بقى كمدرسة تعملي إيه وما تعمليش إيه عشان تبني العلاقة دي؟ نبتدي بالحاجات اللي نعملها. اولا صدقي ان كل طالب ممكن ينجح، يعني مفيش حاجه طالب فاشل كده على الاطلاق. كل ما تؤمني بقدرات طلابك ده بيبان عليهم، بيحفزهم ان هم يبذلوا مجهود اكتر. تاني حاجه اتعرفي على طلابك كويس، يعني اعرفي عيلته، هواياته، ايه اللي بيحبه ايه اللي ما بيحبوش. ده بيخلي الطالب يحس انك فعلا مهتمه بيه كشخص مش بس كطالب. خصصي وقت لكل طالب، خصوصا يعني اللي بيكونوا خجولين شويه، واحرصي ان انتي تسلمي على كل طالب وتناديه باسمه، وده بيفرق كتير جدا في الجو الايجابي في الكلاس عموما. كمان ما تنسيش ان الهزار بيكسر الحاجز اللي بينك وبين الطلاب وبيخلق جو مريح جدا في الفصل. اديهم بقى لما تديهم بقى اختبارات ومشاريع وواجبات وكده، اديهم اختيارات احيانا كده، ده بيديهم سنس باستقلاليه كده شويه بيعجبهم. يعني حاجه مهمه قوي، تقبلي الطلاب باخطائهم. البيئة اللي فيها تقبل بتساعد الطالب يحس بالراحة حتى لو غلط، ودي طبعا جزء مهم جدا من رحلة التعلم. وحاولي باستمرار انك تخلي فيه جو ايجابي في الكلاس، مش بس بينك وبين الطلاب لكن كمان بين الطلاب وبعضهم. طيب ايه بقى الحاجات اللي لازم نتجنبها؟ ما تفكريش ان انتي عشان طيبة ومحترمة ده هيكفي عشان الطالب ينجح. لا، لازم يكون في اهداف وتوقعات لكل طالب من طلابك، ومع التوقعات دي لازم يبقى فيه دعم عشان هم يحققوا التوقعات. وما تستسلميش بسرعة لو لقيتي صعوبة في التواصل مع طالب معين. كل طالب ممكن يستفيد من العلاقة الإيجابية مع المدرس حتى لو كان صعب في الأول. تنسيش بقى نقطة مهمة جدا، لازم يكون في حزم مش زعيق وعصبية. حزم عشان الطلاب ياخدوا الدراسة بجد ويعرفوا انك مهما كنتي طيبة هيبقى في عواقب لعدم الالتزام. ازاي بقى تحسني العلاقة مع الطالب اللي عنده مشاكل سلوكية؟ اكيد طبعا مش سهل انك تتعاملي مع طالب عنده مشاكل سلوكية، ولكن
ياما شوفنا طلاب عندهم مشاكل بيتحسنوا جدا لما بيتم التعامل معهم بشكل صح. يعني حاولي تتكلمي مع الطالب ده بشكل ايجابي، مش بس تديه طلبات واوامر وخلاص، هو محتاج حد يسمع له. لاحظي كمان الايجابيات الصغيره وليها قدامه. هو اكيد يعني مش كل حاجه بيعملها غلط، اكيد بيعمل حاجات كويسه. وفهم ان حتى لو الطالب ده مش باين عليه ان هو بيستجيب، لكن هو بجد هيسمع كلامك على المدى البعيد. نيجي بقى لدور مهم جدا، دور الام في العلاقه بين المدرس والطالب. انا عارفه ان في مشاكل كتير بتحصل اثناء السنه، واحنا قلبنا بيوجعنا على اولادنا عشان ما بنبقاش عايزين حد يزعلهم، لكن مش الحل خالص ان الام تروح تتخانق مع المدرسه او المدرسه كلها بمناسبه وبدون مناسبه. الخناق اصلا مش حل. تعملي ايه بقى كأم؟ اولا الام دي هي الداعم الاول لبنتها وابنها علشان يكونوا علاقه كويسه مع مدرسينهم. يعني لو الام بتشجع ابنها او بنتها يحكي للتيتشر عن نجاحاته او مشاكله، ده بيساعد ان هو يحس بالراحه والثقه معاهم. يعني ممكن الام تقول ايه، لو عندك مشكله مش عيب انك تتكلمي مع الميس وتطلبي مساعده. كمان الام لما تتكلم بشكل ايجابي عن المدرسين في البيت وتبين لاولادها ان المدرس شخص لازم نحترمه ونقدره، ده بيأثر كتير جدا في نظره الطفل للمدرس وبيخليه عاوز يبني علاقه كويسه معاه. يعني مثلا قولي لها الميس عايزه مصلحتك وهي موجوده في المدرسه عشان تساعدك تتعلمي وتنجحي. طبعا لو الام عندها تواصل كويس مع المدرسين وبتسأل عن مستوى ابنها بشكل منتظم، ده بيخلي التيتشر يحس ان في دعم من البيت وان الام والمدرسه on the same page او ماشيين يعني على نفس التراك. التواصل ده بيساعد كمان في فهم احتياجات الطفل الأكاديمية والسلوكية. علمي ولادك ان هم يعبروا عن مشاعرهم تجاه المدرسة او المدرسين. لو ابنك عنده مثلا خوف او توتر مدرس معين، الام ممكن تساعده في ان هو يعبر عن ده باسلوب كويس، وممكن توصل الموضوع للمدرس لو في حاجة محتاجة تغيير. ولو حصلت مشكلة بين الطالب والمدرس، ودي طبعا حاجة بتحصل طول الوقت، دور الام هنا انها تكون وسيط هادي ومحايد، تحاول تفهم وجهة نظر ابنها وكمان تسمع من المدرس وتشتغل على حل المشكلة بشكل يضمن العلاقة بينهم ما تبصش. مهم ان الام ما تاخدش الموضوع بشكل ديفنسيف او دفاعي، مهم ان يبقى فيه تعاون عشان المشكله تتحل. مهم قوي بقى ان احنا نتابع التواصل او الشانلز مع المدرسه. يعني المشكله لو ما اتحلتش مع المدرس تروحي تقابلي مديره المرحله، وفي الاخر لو وصلتي الحيطه سد بيروحي لنظره المدرسه. بس ابداي واحده واحده. الام ممكن كمان تساعد ابنها انه يتفاعل بشكل ايجابي مع زملائه في الكلاس، لان العلاقه بين الطلاب كمان بتاثر في العلاقه مع المدرس. لما الفصل يكون فيه كده جو اجتماعي كويس ولذيذ، ده بيسهل على المدرس ان هو يخلق جو تعليمي ايجابي ويكون فيه علاقة ود مع كل الطلاب. باختصار دور الأم في دعم العلاقة بين ولادها والمدرسة مهم جدا من خلال التشجيع والتواصل وتعليم ولادها ازاي يعبروا عن نفسهم وازاي يتعاملوا مع مدرسينهم باحترام وود، وكمان يبقى فيه تشانلز مفتوحة بين المدرسة والبيت طول الوقت.